السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم مستمعي راديو سلام أو مستمعي قناة سلام الإعلامية حول العالم ومشاهدي القناة. تقبل الله طاعتكم وصيامكم وصالح عملكم. سبحان الله، تسارعت الأيام وتقريبا صرنا في نص الشهر، فنسأل الله عز وجل أن يتقبلنا عنده من الصالحين وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اليوم راح نتكلم عن كيف ممكن المرأة تبدأ التغيير في نساء صنعنا التاريخ. احنا قلنا لما نتكلم عن النساء اللواتي صنعنا التاريخ، احنا ما احنا حابين نتكلم عن نساء قديما، بالرغم ان احنا ذكرنا هذا الشيء، لكن حابين احنا نسلط الضوء على قدرة المرأة على الدخول إلى التاريخ وصناعة التاريخ وإحداث التغيير. المرأة اليوم لما تبغى تصنع التاريخ مع الأسف الشديد تجد صعوبة، أو حتى أنها تكون من المؤثرين ومن صناع التاريخ تجد صعوبة في جاية الصعوبة هذه من نفسها، جاية الصعوبة هذه من المجتمع، جاية الصعوبة من الرجل. وكثير من النساء سواء كانوا شابات، سواء كانوا كبيرات في السن، سواء كانوا متعلمات تعليم أكاديمي أو كانوا متعلمات من تجارب الحياة، عندهم الرغبة أنهم يصنعوا شيء ويحدثوا أثر ويتركوا أثر في حياتهم. لذلك في الغالب النساء أو نحن النساء نتجه إلى أن احنا نشارك في الأعمال المجتمعية، يعني في التعليم، في الإرشاد، في التوجيه، في تقديم الخدمات، ونبذل لهذا الأمر الشيء الكبير والكثير جدا. لكن بالرغم هذا كله تشعر المرأة أنه هي برضو ما تركت أثر، وهذا الشعور ما هو عشوائي أو ما له سبب، له سبب. طيب احنا لما نقول نبغى نترك أثر، وهذه المشاعر اللي تيجي مهما سوينا مهما فعلنا مهما ما نشعر نحن قاعد نسوي شيء له قيمة، ودائما ندور على شيء كبير مؤثر في الحياة نسويه، شيء يتحدث عنه الناس، أو شيء ممكن يطلع في السوشيال ميديا أو في الإعلام أو في وسط الناس أو في وسط المجتمع يكون معروف. لكن لازم نحن كنساء نسأل نفسنا، كيف أقدر أنا اليوم أترك أثر وأحدث تغيير وأشارك في صناعة المستقبل بطريقة صحيحة؟ وجواب الكيف دائما يبدأ بإيش؟ جواب الكيف يبدأ بأنه المرأة أول شيء تحدد هدفها، الهدف تبعها، ليش هي تبغى تكون ذات أثر؟ إيش قيمة هذا الأثر في الحياة؟ هل هو لأجل عمل لله سبحانه وتعالى في علاقة مع الله سبحانه وتعالى، تبغى تكون من المؤثرات كالصحابيات رضوان الله تعالى عليهم؟ ولا تبغى من باب الشهرة والصيت والسمعة فقط هي تبغى تترك أثر في هذه الحياة؟ إذن تحديد الهدف ومعرفة أنا ليش أبغى اليوم أترك أثر وأكون مؤثرة مهم جدا. احنا ذكرنا ورح نذكر الآن كمان أنه صناعة التاريخ يحدث أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان ويحفظ له عمله ويرفع ذكره، يرفع ذكره في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده التاريخ يخلد الناس، بس التاريخ حتى لما يخلد النساء ولا الرجال ما يخلد الصالحين فقط، إنما حتى الفاسقين كمان يخلدهم بسبب فعلهم نفسه وبسبب الأثر اللي يتركوه. نرجع للمرأة نتكلم عنها، نقول كيف ممكن المرأة تترك أثر؟ المرأة تقدر في حالة واحدة تترك أثر، إن هي تعرف كيف تبدأ التغيير في نفسها. إذا هي عرفت تترك اليوم أثر مع نفسها لنفسها، معناها هي قادرة على إحداث هذا التأثير في الآخرين. فإذا المرأة عشان تبدأ لازم أول شيء تبدأ بنفسها، تغير من نفسها حتى تكون مستعدة أنها تكون من المؤثرات، من صانعات التاريخ، ممن يتركوا أثر سواء هم موجودات سواء بعد وفاتهن. فهي لازم تبدأ مع نفسها رحلة التغيير الذاتية. ورحلة التغيير الذاتية الله سبحانه وتعالى اختصرها لنا في آية واحدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة أساسا في الحياة.
لما تبدأ المرأة اليوم تغير من رؤيتها أو في رأيها عن نفسها، لما تغير رأيها عن نفسها، لما تغير رأيها عن ذكائها، لما تغير رأيها عن رؤيتها لنفسها، يعني تضع لنفسها منزلة عالية جدا من خلال تنظر لنفسها، راح يتغير تماما طريقة تفكيرها، وتماما راح يتغير أهدافها ونظرتها في الحياة، وراح يتغير أشياء كثيرة جدا كنتيجة لهذا التغيير. فالمرأة اليوم أول شيء لازم تحدثه كتغيير في حياتها أن هي تتغير بنفسها. مع الأسف الشديد كثير من النساء يطلبوا أن الواقع يتغير حتى يغير. أنا ممكن أقدر أسوي كذا وكذا كذا لو كان الواقع مختلف. أنا أقدر أسوي كذا لو كنت عايشة في غير هذا البلد. أنا ممكن أسوي كذا وكذا وكذا، عندي أفكار وعندي أشياء إسهامات في المجتمع، في نهضته، في إذا كان اللي حولي يدعموني. أنا أقدر كذا وكذا وكذا وكذا، إذا دائما في شرط. والحقيقة أنه أساس التغيير بالنسبة للمرأة ولا الرجل ولا في الحياة أنه الواقع مو لازم يتغير عشان أنا أبدأ أتغير. المفروض أنا أتغير بناء على الهدف اللي أنا أضعه في حياتي. أنا اليوم إذا كنت أبغى أصير مثل أمهات المؤمنين، مثل نساء السلف الصالح في حمل هم هذه الأمة، أو في تربية الأبناء تربية صالحة، أو في حسن التبعل المرأة لزوجها، أو المساهمة في نهضة هذه الأمة العظيمة، إذا لازم أبدأ في نفسي، أسأل نفسي ما الذي ينقصني حتى أكون مثلهن؟ أو ما الذي يوجد عندي حتى أكون مثلهن؟ إذا نحن لازم نرجع بنفسنا لنفسنا، إحنا كنساء نسأل هذا السؤال بعمق. أنا اليوم أبغى أثر في أولادي، أنشئهم النشأة الصالحة. أول شيء لازم أنا أربي نفسي تربية صالحة، لازم أهذب أخلاقي، لازم أكون إنسانة دائما تراقب نفسها لتكون أفضل شيء منها. إذا قدرت أنا اليوم أكون هذه المرأة الصالحة مع نفسي، إذا كنت قدرت أكون أنا ربيت نفسي تربية صحيحة، معناها بإذن الله تعالى أنا قادرة على أني أنا أثر اليوم على أولادي. والتأثير على الأولاد أو الأبناء إيش معناها؟ معناها أن اليوم أنا إذا كنت مؤثرة على أبنائي، مؤثرة على تربيتهم في تربيتهم، ومؤثرة على طريقة تفكيرهم ونظرتهم في الحياة، ومؤثرة عليهم في أني أنا أخليهم يكون عندهم رؤية وهدف في هذه الحياة، يصنعوا لنفسهم شيء، كيان معين، كيان مؤثر، أثر في هذه الدنيا، في علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون فيهم خير. معناها أنا أساساً صنعت التاريخ من خلال أبنائي، أو دخلت التاريخ من خلال أبنائي. لأن اليوم إحنا لو نراقب الأبناء هم تربية أمهاتهم. وإحنا ليش نركز ونقول مثلا تربية الأمهات؟ لأنه الطفل يتلقى من أمه أكثر ما يتلقى من أبوه. اليوم أنا لو أكون مثلا قادرة أني أنا أربي نفسي التربية الصالحة، وأني أكون الشخص الصالح أو المرأة الصالحة كنساء السلف الصالح، معناها اليوم أنا أقدر أثر على زوجي، أقدر أثر على سلوكه، على طريقة تفكيره، على حكمه على الأشياء، على خروجه في هذه الدنيا. أقدر أثر عليه إني أنا أخليه يكون عنده هدف أكبر من إنه اليوم يأكلنا ويشربنا ويوفر لنا كل شيء في الحياة الدنيا، إنما أشجعه وأدعمه وأظهر وأبرز ما يتمتع به، وأدفعه دفعا حتى يصنع فرق في هذه الحياة في وسط مجتمع الرجال. إذا بهذا الشكل الإنسان يقدر يصنع التاريخ أو يدخل التاريخ. مو لازم نحن اليوم ندخل بنفسنا ولا نصنع شيء، ولا لازم باسمي لازم يكون في شيء معروف كيان، لا، من خلال هذه الأشياء. بس نحن لما بدأنا هذه الأشياء تكون مؤثرة في نهضتنا وفي نجاحنا وفي تفوقنا وفي تميزنا، بدأناها بأنفسنا. أول شيء غيرت أنا من نفسي، وغيرت من نظرتي لنفسي، ونظرت لنفسي أن أنا امرأة عظيمة، أن أنا امرأة مثل نساء السلف الصالح، أن أنا مؤثرة. معناها لما عندي هذا الإحساس راح أتخذ الخطوات من خلال التعلم، العلوم الشرعية اللي تنفعني أنا كامرأة، اللي تنفعني اليوم في وسط النساء. أتعلم العلم الذي يقربنا لله سبحانه وتعالى، اللي يخليني أمشي في هذه الحياة الدنيا وأعيش فيها من خلال فهم الصورة الواضحة جدا للحياة الدنيا وللآخرة ولعلاقتي أنا بالله سبحانه وتعالى. لازم يكون عندي صورة واضحة من خلال هذا العلم
اللي يعرفني اليوم أنا أبغى أعيش كشخص مسلم أو كامرأة مسلمة ولا كامرأة عادية جدا، خليط من أشياء كثيرة جدا. إذا نقطة التغيير تبدأ مننا نحن النساء، نحن كيف ننظر قاعدين لأنفسنا وما نستقل أنفسنا، وما نطلب أساسا أنه الاعتراف الضمني أنه أنا تغيرت وأصبحت إنسانة ذات فائدة أو ذات قدرة على التأثير على الآخرين من المجتمع. لأنه كمان هنا النظرة صارت نظرة دونية، أو المرأة تنظر نفسها أنها أقل. طبعا في شغلة كمان تأثر على طريقة المرأة في التغيير، أو أنه مثلا نفسها قصير في مسألة التغيير لنفسها، أنه دائما تنظر لنتائج سريعة. وهذا إن دل يدل أن المرأة أساسا ما تعرف نفسها وما تعرف قدراتها. المرأة عندها قدرات هائلة جدا، وعندها مهارات مخفية لم تظهر، وعندها طريقة تفكير متميزة ومختلفة تماما عن الرجل. لكن لأنه بعض النساء تفكيرهم دائما خارج أنفسهم، ودائما تنظر للرجل كنموذج مؤثر في الحياة، وتنظر لأفعال الرجل وإنجازاته أنه أنا أبغى أصير زي كذا بدون النظر للنساء الأخريات. فهنا يصير عندها إيش؟ جهل بقدراتها هي ومميزاتها اللي تصنع معها الفرق. إذا قلنا إحنا نرجع نأكد ونذكر أنه أول الخطوات في مسألة التغيير لازم تبدأ بها المرأة مع نفسها وتجاه نفسها ونظرتها لنفسها. طبعا هذا التغيير راح يأثر على إيش؟ راح يأثر على ثقتها هي. فكلما ارتفعت ثقة المرأة بنفسها راح تعرف تماما الآن أن هي قادرة على صنع شيء، أو على التأثير بشكل مختلف. التأثير في أقرب الناس لها، في نفسها أول شيء، وفي أبنائها، وفي زوجها، وبعد كده نشوف النتائج كيف راح تصير. راح يكون تأثيرهم هذا منعكس على المجتمع والبيئة التي يعيش فيها. لكن إيش العائق اللي يمنع المرأة اليوم أنها تتغير وتصير امرأة مؤثرة وامرأة يعني تترك أثر في هذه الحياة؟ إيش اللي يمنع المرأة أنها تمشي خطوات تجاه هذا الواقع الجديد اللي هي تبغى تصنعه اليوم، أنه هو تكون من المؤثرات في هذا التاريخ؟ اللي يمنع المرأة في الواقع الحالي هو مع الأسف الشديد عدة أشياء. أول شيء نظرة المجتمع لها. المجتمع الحالي ينظر للمرأة أنه هي فقط خلقت لهذا الرجل وخلقت لهذا البيت بس. ولما نقول نحن خلقت لهذا الرجل ولهذا البيت ليس من باب التقليل، إنما من باب حصر مهمتها في الحياة أنها هي تكون في خدمة زوجها وفي العناية بأبنائها. ولما نقول في العناية أنا أقصد حرفيا مسألة العناية وليس التربية. العناية اللي هي إيش؟ إنه تجهز الأكل وتأكلهم وتشربهم وتلبسهم وتشوف دروسهم وتفوقوا دراسيا وتراقب أخلاقهم فقط، لكن مو كشخص مؤثر ويأسس الأبناء من ناحية تربوية ومن ناحية فكرية ومن ناحية عقلية بطريقة مختلفة. مؤثرة في قرارات. لما ينظر الرجل للمرأة أنه هي كمان هي شريكته في الحياة وأنه هي لها اعتبارها ولها قيمة، هنا مختلف تماما من النظرة السطحية. إذا نظرة المجتمع الحالي للمرأة هي نظرة قاصرة جدا، وهذا بيشكل عندها عائق. فهي تشعر أنه هي ما تقدر تسوي شيء ولا تأثر. والمؤثرات لازم يكون عندهم ظروف مختلفة، رجل يدعمها أو أهل يدعموها أو أبناء دائما يدعموها نفسيا وعندها فلوس. هذه النظرة اللي تتكون عندها، لأن الواقع الحالي دائما يصدر لنا النساء المؤثرات أنهم يأتوا من خلفية أزواجهم هم يدعموهم أو أبنائهم يدعموهم أو المجتمع أو. فإذا هذا أكبر عائق تواجهه المرأة اليوم، تواجه المجتمع ونظرة المجتمع لها وحصرها في زاوية صغيرة جدا. أو كمان نظرة المجتمع من ناحية النظر للمرأة إذا كانت متعلمة ولا غير متعلمة. هذا كمان يشكل عندها مشكلة في نظرتها لنفسها. لما تنظر المرأة اليوم لنفسها أن أنا والله ما كملت تعليمي اللهم إلا الثانوي، فبالتالي إيش التغيير اللي أنا راح أضيفه ولا راح أصنعه في الحياة؟ إيش الأثر اللي أقدر أتركه؟ فتنظر لنفسها أنها هي أقل حظا من هذا كله. وتيجي واحدة متعلمة مثلا تترك أثر أو تصنع شيء أو تكون معروفة ومؤثرة في الدنيا، لكن لما نشوف تأثيرها هو تأثيرها في الدنيا ولأهل الدنيا، لكن مو تأثير طويل الأمد. فإذا هنا نظرة المجتمع تأثر تماما على المرأة
وطريقة تفكيرها ونظرتها لنفسها، وهذا اللي يمنعها أنه هي تغير من نفسها أو تسعى لتغيير نفسها. الشيء الثاني اللي يأثر على المرأة اللي هو نظرة الرجل لها. الرجل مع الأسف الشديد في الواقع الحالي ينظر للمرأة نظرة قاصرة. يعني إيش ما تسوي المرأة ينظر له كأنه هي تسوي هذه الأشياء من باب أنه عندها وقت فراغ، عندها فائض من الوقت، عندها يعني طاقة، بس طاقة يعني لازم تفرغها في شيء. يعني ينظر لإنجازات المرأة أنه هي إنجازات ثانوية وليست أساسية، يعني كأنه زي المسكن لهذه المرأة. ينظر لإنجازاتها بطريقة غير جادة، يعني ما يأخذ الإنجاز تبعها والنجاح في الحياة ولا التغيير ولا التأثير اللي تتركه في الحياة بشكل جدي. وممكن هذا يرجع أنه أساساً الرجل نظرته للمرأة نظرة شوية أقل، على أساس أنه تربيته وبيئته وعقليته والتفوق اللي قاعد يحرزه في الخارج يخليه يقيس على هذا الشيء في الوقت الحالي. طبعاً جالسين نتكلم، أو أن الرجل يشعر، بعض الرجال يعني قليل من الرجال يشعروا أنه إذا هي تقدر تنجح زي كده فهي تشكل تهديد له، فهنا طبعا ما يصير يدعمها. نساء السلف الصالح اللواتي صنعنا التاريخ كان خلفهم إيش؟ أول شيء خلفهم أنفسهم وإرادتهم أنهم يشاركوا ويؤثروا، ثم بعد ذلك كان وراءهم إيش؟ رجال مؤمنين، يعني أزواج مؤمنين يدعموهم ويوافقوهم على هذا الشيء. وما يحتاج الرجل مثلا يقول لزوجته أنت امرأة ذات دين وكذا مثلا ليش ما تخرجي وتفعلي وتفعلي وتفعلي، ما يحتاج يقول لها كذا. ليش؟ لأنه هي أساسا خاص فهمت الحياة وفهمت رسالتها، وهي وضعت لنفسها مكانة معينة ووضعت لنفسها هدف معين تسير إليه في هذه الحياة الدنيا وتبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى، لذلك انطلقت في الحياة مع هذا الهدف. هذولا نساء السلف الصالح. الآن المرأة وضعها مختلف تماما، وإحنا اليوم لما نقول إنه المرأة ليش ما هي قادرة تتغير، ليش ما تقدر تأثر، والمؤثرات قليل جدا والصانعات التاريخ قليل جدا في الواقع الحالي، قاعدين نذكر اللي هي الموانع، وذكرنا إحنا قلنا المجتمع وقلنا الرجل ما هو داعم الآن. الرجل ينظر لإنجازات المرأة كلها أنه هي إنجازات ثانوية فقط، فما يعطي أهمية، وعدم إعطاء أهمية لجهد المرأة يحطمها نفسيا. لذلك من أولها تقول إيش؟ ما في داعي أمشي في مشروع ولا أبدأ في شيء وفجأة ممكن زوجي يرفض ولا يقول لي لا عاد تسوي زي كذا ويلا اجلسي في البيت، فليش أبدأ؟ فهنا من أساسا تبدأ إيش؟ تتراجع وتترك مسألة أنه هي تكون شخص مؤثر. السبب الثالث اللي يمنع المرأة أيضا قلنا احنا ذكرناه اللي هو نظرة المرأة لنفسها، وهذا ممكن أعظم تأثير من المجتمع والرجل. أي إنسان في الدنيا إذا نظرته لنفسه ورأيه عن نفسه مختلف تماما أو أقل، أو ينظر لنفسه من خلال الضعف والأخطاء والتحطيم وتلقط الزلات لنفسه، خلاص هو قتل نفسه بنفسه بصفة عامة. هذا فما بالنا بالمرأة. المرأة لما ما تؤمن بنفسها وما تؤمن بقدراتها وما تؤمن بمبدأ المحاولة أساسا، أحاول وأجرب، ما تؤمن بهذا المبدأ، هي تمتنع وتتوقف عن إحداث التغيير في حياتها وفي إحداث التأثير في من حولها. نساء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أول ما آمنوا ودخلوا في الإسلام وبدأوا يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يزاحموا الرجال في تلقي العلم وفي معرفة رسالتهم في هذه الحياة. عفوا. حتى أنه واحدة يعني إحدى النساء لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب الرجال بالأجر، يعني يروحوا يحجوا يجاهدوا وإحنا ما نجاهد، يطلبوا العلم وإحنا. جلست تعدد المميزات التي للرجل من وجهة نظرها أنها هي مميزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أسمعتم مقالة أفضل من مقالتها؟ إن حسن تبعل إحداكن لزوجها ورعايتها فيما معنى الحديث يعدل ذلك كله. بس الفهم القاصر لهذا الحديث ولهذا الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة من قبل الرجال ومن قبل النساء هو اللي خلاهم يفكروا أن المرأة هي في البيت للخدمة ولرعاية الأبناء، وأن الرجل هو الأفضل دائما والمتقدم.
نساء السلف الصالح كانت تأتي الواحدة منهم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن الله لا يستحي من الحق، وتبدأ تسأل عشان تتعلم. ليش طيب تسوي زي كده؟ لأنه أدركت أن هي والرجل نفس الشيء. طالما الرجل عنده هدف في هذه الحياة الدنيا أنه يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح وإلى آخره، معناها هي كمان من حقها أن هي تختار لها هدف تعيش من أجله، أكبر من هدف وجود زوج في حياتها ولا أبناء تجلس ترعاهم فقط، إنما لازم يكون تأثيرها فوق هذا كله. لذلك كانوا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاركهم، اللي تخرج للتمريض، اللي إطعام الناس، اللي للحماية، اللي كانوا من النساء من يذهبوا لتعليم النساء مع بعضهم البعض أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في علم ما، ثم تأخذ هذا العلم وتنقله للنساء. ومنهم من كانت تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه سواء كان لزوجها وأبنائها ولا الرجال الصالحين في ذلك الوقت. كلهم كان عندهم دور معين، وكانوا النساء يتسابقوا في هذه الأدوار حسب قدرتهم يعني وحسب إرادتهم، فكانوا يتسابقوا في تحقيق هذه الأهداف. وهذا هو اللي احنا نقول عليه دائما، أن المرأة لازم تنظر لنفسها من فوق، لازم تنظر لنفسها بطريقة مختلفة. نساء السلف الصالح ما قاموا من النوم ولقوا نفسهم أنهم نساء السلف الصالح وأثروا وتركوا أثر. إلى اليوم نحن نذكر السيدة خديجة ونذكر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى نذكر نحن آسيا زوجة فرعون كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذول ما قرروا أن هم يذكروا بهذا الشكل، لكن هم جعلوا لنفسهم هدف ووضعوا لنفسهم رؤية وعاشوا أكبر مما هم محدود لهم. يعني آسيا زوجة فرعون كانت زوجة فرعون، زوجة رجل ظالم، لكن لما دخل عليها الإسلام في بيتها ولما آمنت بالله سبحانه وتعالى جعلت نفسها هدف أكبر من أنها تكون زوجة فرعون، جعلت لنفسها هدف أكبر في أنه هي تخرج من هذا الظلم. لذلك صبرت على هذا كله، وكانت تدعي تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. يعني هذه القصور كلها أنا ما لي علاقة فيها ولا لي هوى فيها، إنما أنا رغبتي فقط رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها وخلد ذكرها في القرآن الكريم بهذا الإيمان الذي اتجهت به لله سبحانه وتعالى. طالعين فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل نكمل كيف تبدأ المرأة التغيير للدخول في مسألة صناعة التاريخ والمشاركة فيه. فلا تروحوا بعيد، خليكم معنا. نهضة الأمم دائما ما تعتمد على شبابها، فهم عماد النهضات، وهم أهل الشجاعة والإقدام والتضحية. والشباب دائما ما يحتاج إلى التوجيه نحو القدوات، أصحاب الهمم العالية والمكانة السامية. ولا يوجد أفضل ولا أحسن سيرة لهذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، حيث يقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ويقول الشاعر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك دعونا نبحر معهم ونتجول مع بعض مناقبهم عبر هذه المسابقة طوال شهر رمضان المبارك. جوائز قيمة تنتظركم مع شباب الصحابة. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته إذا سئل عن شيء لا يعرفه يسكت صلى الله عليه وسلم ويصمت، فلم يرد أي سؤالا حتى يأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي
النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كنا توقفنا عن انه كيف الله سبحانه وتعالى حسب الهدف اللي تضع المرأة لنفسها وتبدأ فيه بنفسها يحفظها الله سبحانه وتعالى ويخلد ذكرها. طبعا احنا قلنا اساسا انه كيف تبدأ المرأة التغيير. دائما كمان عندنا اشكالية احنا مع كلمة التغيير. احنا دائما لما نسمعها ممكن نسمعها من باب نظرتنا لأنفسنا، يعني دائما مرتبط في ذهننا أنه إذا أحد قال مثلا أو واحدة قالت لي واحدة تغيرتي تأخذها على محمل سيء، وهذا إن دل يدل على أنه قد إيش نحن ننظر لنفسنا نحن كنساء بطريقة ما هي سليمة أو بطريقة فيها نقص أو فيها تشكيك في قدراتنا. فعلى طول يروح في ذهننا انه التغيير ده معناها انه انا تغيرت صرت انسانه ما يعني غير صالحه او غير جيده او ما هو بمعيار الناس. لكن بالعكس، المراه لما يكون عندها نظره صحيحه لنفسها وعندها هدف عظيم جدا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه الدنيا، ولما تكون نظرتها لنفسها قائمه على الثقه بما وهبها الله سبحانه وتعالى، لما تسمع كلمة يا فلانة أنت تغيرتي حتبتسم وتقول في أي جانب تغيرت أنا. ليش؟ لأنه هي دائما تسعى وتعمل لتغيير نفسها للأفضل. فهنا إذن كلمة التغيير لها معنيين حسب نظرة الإنسان لنفسه، إذا كان لنفسه وللواقع كمان. حتى الواقع نحن لما اليوم نقول الواقع تغير لازم أعرف تغير للأسوأ ولا للأحسن. فمعرفة هذا التصنيف يريح الإنسان ويخليه يدرك تماما في أي مرحلة هو في الحياة. نرجع للمرأة ونقول كيف تبدأ المرأة بالتغيير. احنا ذكرنا أول شيء تبدأ بنفسها، ولازم تستثمر في نفسها استثمار عظيم جدا. لازم اليوم المرأة تكون عارفة نفسها، عارفة قدراتها، وعارفة إيش تحب وإيش تكره وإيش تبغى وإيش ما تبغى في هذه الحياة، وتعرف إيش الهدف اللي هي تسعى لأجله. ولما نقول هدف نحن ما نبغى نصعب الموضوع ونقول لازم يكون هدف كبير. مجرد أنه المرأة تضع اليوم هدف لنفسها أنه هي تكون المرأة الصالحة كنساء السلف الصالح، هذا أعظم هدف تسعى إليه. معناها هي طوال الوقت هي في حالة تركيز مع نفسها، حالة تركيز مع سلوكياتها، مع أخلاقها، مع ردود فعلها. لما تقول أنا اليوم أبغى أكون كنساء السلف الصالح، معناها راح تبدأ بنفسها وينتقل هذا التربية أو هذه التربية لنفسها إلى من حولها من أبناء، إذا كان عندها أبناء ذات زوج إلى زوجها. وإذا كانت خالية من هذول برضو راح تأثر في من حولها، ممكن أخواتها، ممكن أخوانها، ممكن أبوها، ممكن أمها. لكن مشكلتنا نحن النساء نحن دائما نقول هذا الكلام، نحن نبغى نغير الآخرين قبل ما نبدأ بنفسنا، نبغى نأثر في الآخرين قبل ما نتأثر نحن. أول شيء أنا لازم أتأثر، لازم أنا أتغير، لازم أنا أشعر وأستشعر. اليوم لما نقرأ آية في القرآن الكريم، إذا أنا ما وصل لي الإحساس العميق والفهم الصحيح لهذه الآية والقدرة على إدراك أو معرفة كيفية تطبيقها في واقع حياتي، ما أقدر اليوم أنا أشرح لأحد آية وأفسر له إياها وأوصل له الحكم الشرعي ولا كيف يعيش مع هذه الآية أو في ظلال هذه الآية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فبالتالي نرجع نقول أن المرأة عشان تبدأ بالتغيير لازم تبدأ بنفسها وتبدأ بقوة وتستثمر في نفسها وتأخذ قد ما تأخذ في حياتها الدنيا، لأنه هذا الاستثمار أعظم استثمار. وهذا ما فعله نساء السلف الصالح، استثمروا في أنفسهم، ما راحوا والله دخلوا في الإسلام وأشغلوا نفسهم مثلا أولادي وما أولادي، لا، أول شيء هي
قبل ما تدخل أساسا الإسلام هي فهمت الإسلام ودرسته وإلى آخره، وبقناعة وبإرادتها وبكامل عقلها وباختيارها دخلت في الدين الإسلامي. معناها دخلت في الإسلام معناها تبنت أحكامه، وتبنت أحكامه معناها هي رأت أثر هذا الإسلام عليها هي كامرأة وكسلوك وكفعل، فبالتالي حملته لمن حولها سواء كانوا نساء سواء كانوا رجال، فبشكل تلقائي بدون تكلف، لكن استثمرت كل شيء في نفسها. إذن نرجع نقول هذا هو التغيير اللي تبدأ فيه المرأة مع نفسها. بعد كده تنتقل في مرحلة التغيير من خلال إيش؟ من خلال التأثير في الآخرين. تأثير في الآخرين لما نجي نقول أو المساعدة في تغيير الآخرين، لازم أنا أحدد مين هم هدول الآخرين، مين اللي يهمني أمرهم. طبيعة الحال الأقرب فالأقرب فالأقرب هو المهم. لازم أثر في أبنائي، لازم أكون لهم أنا القدوة، لازم لما أقول لهم شيء يشوفوا أثر هذا الكلام وصدق هذا الكلام على سلوكي أنا. لما اليوم ولدي ولا بنتي يجلسوا في مجلس ويتكلموا مع أنفسهم، لازم يتذكروا أنه والله والدتي أو أمي كانت تقول كذا وكانت تفعل كذا، وإذا صار هذا الأمر هي راح يكون ردة فعلها بهذا الشكل. وأمي لما تتكلم في هذا الموضوع أو في هذا الأمر هي يعني تتبع معاه الحكم الشرعي مثلا، أو هي لما تفعل وتفعل وتفعل. طب هل الأبناء لما يتكلموا بهذا الشكل، هل الأم احتاجت أن تقعدهم والله زي قعدة المدارس وتلقنهم وإلى آخره؟ لا طبعا، ما احتاج هذا كله، إنما هي ممارسة لقرار التغيير. قررت تتغير، قررت تحسن من نفسها، قررت أنها تضع لنفسها هدف، معناها ذهنها كله مشغول بهذا الأمر، بإحداث هذا التغيير في نفسها بشكل تلقائي بدون ما تشعر. انتقل لهم لأبنائها، لأنهم قاعدين يشوفوا اليوم أمهم أي النساء أصبحت. تخيلوا معايا اليوم لو الأمهات وضعوا لنفسهم أهداف كأهداف النساء السلف الصالح، أهداف كبيرة جدا، ولما نقول كبيرة جدا ليست من ضعف إنما من قوة. اليوم المرأة لما تبغى تكون المرأة الصالحة، المرأة التي عندها علم، المرأة التي عندها دين، المرأة التي تريد أن تكون قدوة لأولادها لزوجها لمن حولها من النساء، معناها أنه هي وضعت نفسها كنموذج لقال الله وقال الرسول في هذه الحياة الدنيا. معناها هي قاعد تعيد التاريخ الجميل التي عاشوا فيه نساء السلف الصالح، قاعد تعيد هذول النساء. نحن دائما لما نقرأ عنهم دائما نقول كيف قدروا يسووا زي كذا، كيف قدرت، يعني كانت قصص يعني. لكن أنا اليوم لما أكون أتبنى شيء معين وأسعى أن أنا أكون عليه كنموذج، معناها أنا راح أعرف تماما رحلتهم في التغيير كيف كانت. لما أعرف اليوم اللي هو آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون كيف قررت تدخل في الإسلام وتتحمل تعذيب فرعون لها، وأنها تصمد وتتحمل هذا التعذيب وهذا الأذى لدرجة أن تدعو الله سبحانه وتعالى ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. أنا راح أعرف تماما رحلتها كيف بدأتها. امرأة مرفهة عندها كل شيء وزوجة رجل يدعي الألوهية، تترك هذا كله وتضع لنفسها قيمة أخرى غير قيم الناس وغير منزلة الناس ونظرة الناس لهم. معناها هي اختارت لنفسها هدف، لذلك خلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. طبعا مو بس هدول النساء يعني الصالحات، إنما عندنا احنا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح عليه السلام لما مكث في قومه يدعو يدعو يدعو، ما استفاد من دعوته إلا المؤمنين المخلصين، لكن زوجته وولده كان عندهم أهداف أخرى في الحياة، فما يبغوا يغيروا ولا يخرج عما هو مألوف ومعروف في بيئتهم، فرضوا أنهم يكونوا إيش من الكفار. لذلك ما نفعها أن هي تكون زوجة النبي أو زوجة العبد الصالح، ما نفعها هذا الشيء. بالعكس الله سبحانه وتعالى حتى خلت ذكرهم بس من باب إيش؟ من باب أن هم نساء سيئات أو نساء من أهل النار. إذن هكذا المرأة ممكن تقدر تصنع التاريخ أو تدخل التاريخ وتحدث التغيير بتمسكها بالعادات البالية وعدم وضع الأهداف وقبول دورها البسيط جدا في هذه الحياة، أو إن هي تصنع شيء مختلف. بهذا الشكل المختلف هي تقدر تصنع شيء وتترك أثر من خلال تعليم أولادها.
الآن لما تبدأ المرأة في نفسها، قلنا احنا ننتقل لأبنائها ومن حولها، وتبدأ في من حولها أقرب الناس لهم أبنائها. لما تكون لهم الأم الصالحة، الأم التي عندها أهداف، وتبدأ تربيهم وتنشئهم على هذه النية، هي بدأت رحلة التغيير مع نفسها أيضا. لما يكون ولدها الصغير دائما تنظر له أنه هو راح ينفع المسلمين، أو راح يؤم المسلمين، أو راح يكون عالم يضيء للمسلمين ويعلمهم ويرشدهم، وتتخيل الصورة ولدها وهو جالس في وسط المسجد الحرام ولا المسجد النبوي وهو يعلم الناس ويرشدهم، أو هو قائد في هذه الأمة العظيمة، أو هو مرشد أو إلى آخره. دائما تتصوروا بهذا الشكل، راح تبدأ تعامله على هذا الأساس. لما تبدأ الأم تعامل ولدها على هذا الأساس، راح يتكون عنده رأي تجاه نفسه أنه هو شخص عظيم. لما يشوف نفسه أنه هو شخص عظيم، راح يقبل الآن يتعلم ويتغير ويصير ما هو عليه. كان الخلفاء في السابق يربوا أبنائهم، أو كان النساء السلف الصالح يربوا أبنائهم كتربية أبناء الخلفاء، لأنه ما يدروا، يقول لك ممكن في يوم من الأيام هو يخلف الناس ويكون إيش عليهم سيد، أو هو يكون معلمهم، أو هو يكون قائدهم. بهذه النية تبدأ المرأة، وهذه النية سبحان الله تأثر على أبنائها من حولها. لما تربي المرأة ابنتها أنه هي تكون كأسماء بنت أبي بكر في الشجاعة والقوة، وأنه مو صغر سنها هو اللي يمنعها أنها تتبع الحق. لما تربيها على هذا الأساس ودائما تنظر لها هذه النظرة، تتأثر البنت وتبدأ إيش تتعلق قلبها بهذا المثل الأعلى من النساء. دائما يتعلق قلبها بهؤلاء النساء، وهي شايفة نموذج منهم أمها أمامها كيف تتعامل وكيف تنظر. فلما تكبر هذه البنت تكبر بهذه النفسية، تنظر نفسها دائما أن هي امرأة عظيمة جدا، وأنه ما ينفع للمرأة العظيمة أنها تتعامل مع الناس بدرجة أقل، كأنها هي من الناس الجهلة. فحتى لما تيجي تتزوج حتلاقي المرأة هذه أو الفتاة اللي تربت على هذه النظرة العظيمة لنفسها ما تقبل أي رجل، إنما تقبل الرجل اللي يكون يكافئها إما في العلم وإما في الدين. ليش؟ لأنه هي خلاص رسمت لنفسها طريق معين من خلال تربية أمها لها، فبالتالي شافت نفسها في هذا الطريق ما ينفع لها أي واحد، وبدأت تعرف قدراتها من خلال هذه التربية اللي تلقتها من هذه الأم. بدأت تعرف نفسها وقدراتها، فتشعر نفسها أن هي قوية، فما ينفع لها أي رجل. معناها هي تحتاج رجل قوي حتى يستطيع أنه إيش يجاري هذه القوة ويكون لها سند وداعم. هذا هو تأثير التغيير. اليوم أنا لما أجي أربي أولادي وبناتي وأنا عندي نية، والله لما من أول التسمية، من أول ما أسمي ولدي ولا بنتي، أرجو من الله سبحانه وتعالى يجعلهم كفلان الفلاني اللي سميته لأجله، إذا كان مثلا من أسماء الصحابة أو كان مثلا من نساء الصحابيات، أرجو أن تكون مثلها. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان سؤله. فهنا لازم نحن نعرف نضع لنفسنا أهداف كأمهات وكمربيات وكمؤثرات، ونبدأ نحن من خلال هذه الأهداف أيضا نربي أبناءنا ونعينهم حتى يصنعوا لنفسهم أهداف. اليوم ما أقدر أنا أكلم ولدي ولا بنتي وأقول لهم تعالوا لازم يكون عندكم هدف في الحياة، لأنه هذا كلام يعني غير منطقي. ليش؟ لأنه أنا اليوم ما يشوفوني كأم لهم عندي هدف أسعى للوصول إليه، وأجعل لحياتي قيمة وأدور مع هذا الهدف وأربط هذا الهدف برضا الله سبحانه وتعالى. كلامي كله نظري. هذا زي اللي يكون إنسان فقير ويتكلم مع أبنائه ويقول لهم لازم تكونوا أغنياء، لازم تكونوا كذا وكذا وكذا وكذا. طب فين النموذج؟ فين القدوة؟ ما في قدوة، فيصير الكلام كله كلام في الهواء. لذلك أول ما نبدأ في أي شيء في إحداث التغيير نبدأ بأنفسنا، ثم نحن نبدأ نغير من حولنا من الأبناء من خلال تربيتهم ووضع نية مع الله سبحانه وتعالى في أثناء هذه التربية والتوجيه، حتى يكونوا هم أيضا يضعوا لنفسهم أهداف مع رب العالمين. بعد كده بطبيعة الحال أنا لما أفني عمري مع هؤلاء الأبناء في تربيتهم التربية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وأنا تغيرت، راح ألاقي نفسي
بشكل غير مباشر أثرت في من حولي بدون ما أبذل جهد إضافي. أثرت وصنعت فرق. النساء من حولي لما يشوفوني أنا إنسانة مختلفة راح يضعوني كنموذج لهذا التغيير أو لهذا التأثير. لما الناس ترى أبنائي وتربيتي راح يعرفوا تماما أنه التربية هذه تربية مختلفة ومميزة، فيبدأوا يتأثروا بهم. التأثر ده راح يأثر على إيش؟ راح يكون بوابة لكثير من النساء أو دافع لكثير من النساء أنهم يصنعوا فرق وأنهم يتركوا أثر. يعني سبحان الله بفعل بسيط جدا إنسان يريد به خيرا لنفسه هو يفيد الآخرين ويصنع الفرق مع الجميع. فسبحان الله، يعني تخيلوا المرأة لما تكون تضع لنفسها أهداف في الحياة، ربما تكون في فتاة صغيرة عينها معلقة بهذه صاحبة الهدف، تكبر طول عمرها تقول أنا أبغى أكون زي فلانة الفلانية لما كانت تفعل الشيء الفلاني، دائما كنت أنا أتمنى أني أكون زيها وأعرف وأتعلم. لما يكون عندي اليوم امرأة معلمة لكثير من النساء وموجهة لهم ومرشدة وتساعدهم وتعينهم على أنفسهم وتعلمهم ما يحبه الله ورسوله وتصنع الفرق في حياتهم وفي نظرتهم لأنفسهم وفي نظرتهم في الحياة الدنيا وتأثر على أي شيء في محيط النساء بالذات، معناها هي وضعت نفسها كنموذج أمام هؤلاء النساء وتقول لهم أنتوا كمان تقدروا تصنعوا شيء، أنتوا كمان تقدروا تحدثوا فرق، أنتوا كمان تقدروا تكونوا مؤثرين. لأنه دائما نحن النساء ننظر أنه لما نتكلم عن النساء المؤثرات والنساء اللي يصنعوا التاريخ والنساء اللي لهم دور في الحياة نفكرهم نازلين من السماء، لكن لما نكون أنا كنموذج موجود وأبني نفسي وأربي نفسي على هذا النموذج، قاعدة أفهم كثير من النساء أنه هذا النموذج بسيط جدا وموجود في الحياة، لكن كيف الإنسان يقدر يوصل له؟ فقط بإرادة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فاليوم أنا أدعو المرأة بقوة أن هي تتخذ لها خطوة في الحياة وأنه يكون لها هدف تصنع به حياتها وتجعل لحياتها قيمة وتجعل حياتها مؤثرة في أبنائها وفي إخوانها وفي كل من حولها من خلال تبني أشياء بسيطة جدا، من خلال إحداث تغيير في شخصيتها، في نظرتها، تخرج من الصندوق المغلق. ما تنظر لنفسها اليوم أن هي والله لازم بس أعتني بأولادي وبزوجي وحياتي المغلقة، لا، لازم تكون الدائرة أكبر من كده، من خلال التعاملات، من خلال وضع الأهداف، من خلال التواصل مع الناس، من خلال التعلم والتعليم، من خلال الإرشاد والتوجيه، من خلال المشاركة في الحياة، من خلال تبني مصالح النساء، تبني مصالح الأمة، من خلال نحن نعرف اليوم قضيتنا إيش هي، وقضيتنا ما تكون كمان قضية يعني إقليمية ولا صغيرة ولا بسيطة، لا، إنما تكون مؤثرة في كثير من النساء، حتى نكون فقط من هؤلاء النساء اللاتي يصنعن التاريخ أو اللواتي صنعن التاريخ. لأن الله سبحانه وتعالى نحن قلنا هو الذي يخلد الذكر. التاريخ إيش هو؟ الله سبحانه وتعالى يخلد الذكر الإنسان من خلال الهدف الذي وضعه لنفسه في هذه الحياة الدنيا. فهذه هي رسالتي لكل النساء، وهذه هي دعوتي لكل النساء، أن تعيد النظر لنفسها. اليوم لما المرأة تعيد النظر في نفسها وتعيد النظر في قدراتها وتتعرف على ذاتها وتعرف إيش لها وإيش عليها وتضع لنفسها أهداف. حتى النساء الكبيرات في السن، ما حد يقول مثلا خلاص العمر مضى، لا، أنا لو لي يوم واحد في هذه الحياة الدنيا لازم أضع هذا الهدف وأربطه بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الهدف لله سبحانه وتعالى، رح يبقى قيمته وأثره. لأن اليوم الهدف هو مجرد بذرة أضعها في هذه الحياة الدنيا، وهذه البذرة بالعلم وتقوى الله سبحانه وتعالى والنية الصادقة في أني أنا أكون مؤثرة هو السبب الوحيد اللي راح يخليها تزهر وتصبح شجرة شامخة بإذن الله تعالى يستظل تحتها كل إنسان. فهذه دعوة مني للنساء أنهم يعيدوا النظر لأنفسهم، ما ينظر نفسهم اليوم أنهم نساء ضعيفات، ولا أنهم ما يقدروا، ولا أنه الزمان راح، ولا أنه الظروف تغيرت، ولا أنه الحياة أصبحت صعبة، ولا أي عقبات موجودة، لأنه كل هذا وهم. ولما نقول وهم هو وهم بالفعل، نحن اللي نضخم الأشياء.
المرأة اليوم تقدر تكون خديجة بنت خويلد، المرأة اليوم تقدر تكون عائشة رضي الله تعالى عنها، المرأة اليوم تقدر تكون أم سلمة هند، المرأة اليوم تقدر تكون آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، المرأة اليوم تقدر تكون فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المرأة اليوم تقدر تكون أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، المرأة اليوم تقدر تكون أم سليم بنت ملحان. فقط هدف واحد تصنع المرأة لنفسها وتضع أمام عينها وتعيش من خلاله وتعمل من خلاله لإحداث التغيير وصناعة التاريخ الذي تريد أن تذكر فيه. كنت معاكم أنا خديجة برهان في حلقة جديدة ومتجددة من نساء صنعنا التاريخ في موضوع كيف تبدأ المرأة في التغيير. ألتقيكم بحول الله ورعايته في الأسبوع القادم في نفس الموعد مع لقائنا الرمضاني المميز. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.